صدمت موسوعة ويكيبيديا نظام المخزن المغربي، وهي من أكبر مواقع المعلومات في الشبكة العنكبوتية، حيث تعتمد النسخة العبرية منها خريطة واضحة لقارة إفريقيا تتضمن الجمهورية العربية الصحراوية بحدودها الجغرافية الكاملة جنوب المملكة المغربية، وذلك في موضوعها الذي تطرقت فيه إلى العلاقات التاريخية بين الجزائر والصحراء الغربية. وتعد هذه الحقيقة المرة بالنسبة لنظام المخزن أكيدة، حيث نشرت المجلة الإسرائيلية The Times of Israel مقالا في وقت سابق أدرجت فيه تصريحات مؤسس موسوعة ويكيبيديا جيمي ويلز بأنه يدعم إسرائيل مع حفاظه على حيادية الموقع. إذن ويكيبيديا تدعم إسرائيل والمغرب ممثلها في شمال إفريقيا، فكيف للخريطة أن تنشر إذن؟ ليتأكد بذلك أن أقلام تلوين الأبواق الإعلامية المخزنية التي تجرأت على المساس بالسيادة الترابية للجزائر قد لاقت جوابها،